ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده ان شاء الله غدانا هيبقى غدا اقتصادي جدا، مش هيكلفنا 50 جنيه. نسمي الله كده ونصلي على الرسول. واحب اعرفكم بنفسي في البدايه، انا ايمان من قناه الشيف ايمان الميداني. اتمنى اللي اول مره يشوف قناتي ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان جديد. معايا هنا حوالي 4 بطاطسات. طبعا انتي تبع عدد الافراد الاسرة هتعملي على قد حسابهم البطاطس اللي انتي حباها. ممكن تعملي اكتر من 4، اقل من 4، تبع ما انتي عايزة. تمام. هقشرهم كده واروح جاي مقطعهم لمكعبات صغيرة. عايزين نكبر برضو المكعبات دي، حاجة ترجع لنا، لان الوصفة بتاعتنا البطاطس كده كده هي هتستوي فيها. تمام. خلاص كل الكمية كده. هنيجي بقى في المصفى بتاعت غسيل الرز كده. هحط حوالي نص كيلو رز، وهحط عليهم ربع كيلو من العدس الاصفر. تمام. وهضيف عليهم البطاطس اللي انا قطعتها مكعبات، وهنزل عليهم بميه. بقى عايزه اغسلهم، انزل كل النشويات اللي فيهم واغسلهم غسله نظيفه كده على الحوض كذا مره. تمام. بوريكم شكلهم ده، شكل البطاطس مع الرز مع العدس. هنجيب حلة بقى على النار كده، ونروح جايين ضايفين فيها معلقتين من السمنة البلدي. مفيش سمنة بلدي، اي نوع سمنة عندك. وهنضيف عليهم كمان معلقتين من الزيت. طبعا كان عندي هنا سوري، بصل مفروم كنت مفرزاه. انتي ممكن تقطعي بصلايه في ساعتها كده وتروحي جايه مشوحاها. عايزه لون البصلايه تكون ذهبي. تمام. وهنزل عليها بكل المكونات بتاعتي اللي هي ايه، الرز والعدس والبطاطس. ما تخافوش، البطاطس مش هتتهري، ده البطاطس هتديها طعم جميل يا جماعة. عايزين كمان نزود القيمة الغذائية بتاعتها. لو عندك بسلة ضيفي بسلة، لو عندك فاصوليا ضيفي فاصوليا، لو عندك كوسة ضيفي كوسة. هتعلي القيمة الغذائية بتاعتها وتخلي الطعم طبعا تحفة. تمام. زودت طبعا المية بتاعتي كده يا دوبك تبقى على وش الرز كده زي ما بنزود الرز عادي. وهضيف كمان الملح وهقلب. عايزين تضيفوا اي توابل من عندكم، مرق الدجاج، اي حاجة، مفيش مشكلة. ممكن كمان نحط بدل المية شوربة. تمام لو متاح عندك. هنا هديت عليه النار بعد ما خلاص اتشرب كده، ورحت جايه مغطياه عشان يكمل التسوية بتاعته. تمام. هندخل بقى ايه اللي هيزود القيمة الغذائية عندنا غير طبق سلطة جميل كده مشكل من جميع الخضار اللي عندنا. قطعت هنا خيار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. السلطة بتاعتي طبعا بعملها سلطة رهيبة، مش عشان انا اللي بعملها والله، بس يعني إيه مش عارفة بتطلع حلوة قوي. قطعت كمان فلفلاية. ما بحبهاش السلطة تكون التقطيعة بتاعتها صغيرة قوي. هنا قطعت طماطمايه واحدة بس، يعني مش عارفة، يمكن يكون ده علشان انا مش بكتر في الطماطم كتير، بخليها طماطمايه واحدة بس. قطعت هنا طبعا برضو كرنب بنفسجي، نقدر نستغنى عنه مفيش مشكلة. ممكن نحط كمان فلفل الوان مفيش مشكلة. هنا كان عندي شبت، ما لقيتش بقدونس ولا كزبرة بصراحة، لقيتهم خلصوا. وقطعت هنا كمان بصلايه، وكمان عصرت عليها ليمونة كده عشان تديها طبعا طعم حلو وتزود القيمة الغذائية وفيتامين سي. وضفت كمان عليها شوية خل، معلقتين من الخل. وكمان آه كمون وفلفل اسود وملح. عندك زيت زيتون ضيفي زيت زيتون مفيش مشكلة. وهنقلب كل الكلام ده مع بعضه كده، وتبقى كده السلطة جاهزة معانا. تمام كده. شوفوا ما شاء الله شكلها حلو. طبعا مش عشان الاكله بتاعتنا اقتصاديه يعني مش هنبدع في تقديمها، لا طبعا هنبدع في تقديمها. والعين بتاكل قبل البق يا جماعه. فضفت عليها كده للتزيين برضو كام زيتونية مع كام ليمونية مخللين، وشوية شبت زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الشكل لازم يتحدث. عايزين تسلقوا بيض وتحمروه وتدحرجوه كده جنبها مفيش مشكلة. ودي كانت وصفتي النهاردة يا جماعة. اتمنى ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. كانت معاكم ايمان، مع السلامة.